سؤال محيرني، هو مفيش غير التلاتة دول؟ هو مفيش غير امام وبن شرقي وزيزو؟ يا جماعة عشت لليوم اللي اشوف فيه واحد اهلاوي بيقول كلمة حق. اسمع يا باشا واستمتع ومتع ودانك، متع ودانك يا زملكاوي يا اهلاوي بواحد اهلاوي بيقول كلمة حق. عشان لما قلنا يا باشا قبل كده ان الناس دي جاية بس للشو الاعلامي والمكايدة في الزمالك، كل الاهلاويه قال لك لا ده صفقات وبيفيدوا الفرقة وبيدوروا على عنصر يفيد الفرقة. اهو يا باشا زيزو مفيش غيرهم، مفيش غيرهم اللي اي صورة تيجي عليهم هما التلاتة كل الناس تروح تصورهم، كل الصفحات تروح تشيرها زي ما انت شايف كده قصادك. يعني تلاقي كابتن شوبير بيرفع صفحة الاهلي، ما في لعيبة تاني في الاهلي، في صفقات تاني جبناها، في بن رمضان جبناه، في تريزيجيه جبناه، في حمدي فتحي رجع، في ديانج رجع. كل الصفقات دي هو اي حاجه وخلاص فيها مضايقه للغير. شوف الراجل المحترم بيقول لك ايه، اي حاجة وخلاص فيها مضايقة للغير، مش عشان انت تبقى كويس، عشان تضايق غيرك بس. اي حاجه وخلاص لازم نضايق غيرنا. هما هات التلاته دول حطهم في الوش، هات التلاته دول هما بيتضايقوا من التلاته دول هاتهم. هو اي حاجه وخلاص يا جماعه؟ ما نركز بقى في الكوره بقى، نركز في الكوره بقى، نسيبنا بقى من الشغل ده بقى، نركز. نفسي نركز في الكوره بقى، نطلع من الحته دي بقى. خلاص هما بقى عندنا خلاص بقى، مش بقى ايه نقعد نبص لازم نرفع صوره لامام وزيزو وبن شرقي. طب بص، طب هاتهم كده اهو وهم الثلاثه بيتمشوا، طب هاتهم هم الثلاثه قاعدين مع بعض، طب هاتهم الثلاثه وهم بيشربوا قهوه، هات الثلاثه وهم قاعدين. في ناس تانيه في الفرقه، في صفقات تاني جبناها. يعني انا لغايه مش فاهم انا الكيد ده، انا مش فاهم لغايه دلوقتي احنا عمال نضايق في غيرنا ليه؟ ما نركز في حالنا، نركز في فرقتنا. ليه نضايق غيرنا؟ ليه هو اي حاجه وخلاص؟ ضايق غيرك ده، احنا مش نضايق غيرك، رخم على غيرك. انا بحب ارخم عليك ليل ونهار، انا مش فاهمها. اللي انا شايف هو هات التلاته احنا جاهزين للمونديال، هات التلاته حط نار من فوقيها، هات التلاته هما ماشيين مع بعض، هات التلاته هما نايمين جنب بعض، هات التلاته هما طالعين على السلم، هات التلاته هما بيشربوا شاي. ايه ده؟ نفسي بجد نطلع من الحته دي بقى. انا نفسي نطلع من الحته دي بقى، نكبر مخنا ونطلع بقى، نعلى شويه بقى. اما احنا اللي ماشيين بيه ده غريب غريب، وانا ابتديت اتخنق منه. اللي هو من ساعه لما جه زيزو عندنا، احنا يا جماعه كنا بنقول عليه بالونه ده. يعني احنا كنا الصفحات بتاعت الاهلي اللي هي عمال تشكر في زيزو دلوقتي كانوا بيقولوا عليه بالونه. من 6 شهور بالونه بقى، ويقول لك دوس على السرقه هتلاقي بالونه. في يوم وليله كده خلاص غيرنا كلامنا. في يوم وليله، في يوم وليله انت غيرت مبدأك. في يوم وليله انت غيرت، انت كنت بتقول عليه بالونه، انت كنت بتقول عليه بالونه. في يوم وليله انت لا، ده مش ده احسن لعيب في مصر، ده باشا البشوات. خليك على مبدأك. انت هو لعيب عادي، هو لعيب عادي، مش اللي هو السوبر ستار، مش هو الجناح اللي بيعدي وبيروح وبيجي، مش هو. انت فاهم؟ مش هو اللي هيخترق لك الدفاعات ويرقص ويروح، مش هو برضه. وفكره انك طول الوقت على طول تجيب الصوره للثلاثه وترفعها ومش عارف، بص الثلاثه ماشيين، بص الثلاثه بيشربوا الشاي، بص. نفكنا بقى، نفكنا بقى يا جدعان بقى، نركز بقى. ده غريب قوي كاس العالم ده، غريب. وخلي بالك انا بحذر منه من دلوقتي، انا بحذر منه من دلوقتي. خلي بالك من كاس العالم ده بجد والله، خلي بالك من كاس العالم ده. لان قصه فتحه الصدر وانا اللي ما فيش وانا اللي راح كاس العالم، نخاف نروح كاس العالم نتفسح هنا. انا ما شفتش الترجي مثلا عامل كده، ما شفتش الوداد كميه اللقاءات والكلام ده كله. هتقول لي ده عشان ده ميسي طلع ما يعرفناش. يعني ميسي مش عارف احنا بنلعب في افريقيا ولا في اسيا اساسا، هو بيقول لك اسيا. فنفكنا بقى وخليك تبقى مدرك وفاهم الدنيا، افهم اللي حواليك، افهم وركز. الاهلي كبير، الاهلي كبير، بس في ناس ما تعرفناش. يعني في ناس برضو ما تعرفناش. فنركز يا جماعه والله، نركز، لان الموضوع بقى بايخ، الموضوع بقى رخم، والموضوع بقى في مضايقه للغير. انا ما بحبش الموضوع ده. نركز في حالنا وبس، نركز في حالنا وبس. بعد كل الحوار ده اكتر جملة لفتت انتباهي في كلام الراجل المحترم ده هي جملة ما نركز في حالنا بقى، نركز في حالنا. والله انتوا لو خليتوكم في حالكم وركزتوا على حالكم احسن من المكايدة وشغل المؤاخذة اللي انتوا عارفينهم دول. ربنا يهدينا ويهديكم.